تعرف حاجات كتيرة. شوف لنا فين الأميرة. حكيم القصر حط في إيده حبة مية واتكلم كلام. وش المية بقى زي وش المراية. حكيم القصر بص في المية كتير، شاف الأميرة في كهف في الجبل متسلسلة بحديد. كل اللي في القصر قالوا نعمل ايه؟ الجبل فيه 1000 كهف وكهف، هنعرف الكهف منين؟ قائد الحرس قال نجمع كل الفرسان ياخدوا السلاح ويمشوا يلفوا يدوروا في الجبل. حكيم القصر قال لو جبتوا 1000 فارس وفارس يمكن يلفوا في الجبل 1000 يوم ويوم وبرضو ما يلاقوش الكهف. وكل اللي في القصر احتاروا هيعملوا ايه؟ حكيم القصر قال لهم اللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش. الحيلة تنفع لما القوة ما تنفعش. هقول لكم على حيلة معقولة. جهزولي 40 جمل، على كل جمل قدرة مقفولة، وكل قدرة جواها فارس بسلاحه. هاخدهم وامشي في الجبل، اعمل تاجر من التجار. يمكن الحرامية يشوفوني يمسكوني وياخدوني مطرح ما اخدوا الاميرة. وجهزوله اللي قال عليه. وفي ليلة من ذات الليالي طلع من باب القصر 40 جمل عليهم 40 قدرة مستخبي فيهم 40 فارس. وحكيم القصر في هدوم التجار زي اللي يكون هيمشي وهيسافر. ماشية الجمال تحت الجبل، بس الحرامية ما شافوش. ليلة، ليلتين، 3. في تالت ليلة قعد الحكيم يرتاح، بص بعينيه للجبل وقال الكهوف ألوف كتيرة، وفي كهف منها الحرامية مخبيين الأميرة، إنما الكهف ده فين فين فين؟ التلج فوق آخر الجبل من فوق، والجبل برد برد برد، وكل ليل ما يجي كل الجبل ما يبقى برد أكتر. حكيم القصر اتلف كله في بطانية. بص الحكيم شاف نار بعيدة منورة، نار في الجبل. حكيم القصر قال أسيب تجارتي وجمالي هنا واروح أدور على حالي واتدفى أنا على النار. طلع الحكيم في الجبل، قرب على النار. كل ما يقرب النار تكبر، كل ما يقرب يشوف أكتر. شاف حوالين النار حرامية الجبل قاعدين بيتدفوا. زي الحكيم ما شافهم هم برضو شافوه، مسكوه، جابوه، سألوه انت مين؟